صباح النور البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. المهم البنات كما كتشوفوا نهار جديد وفيديو جديد. الشتا كتنقط، حطيت وليداتي في المدرسه وكنت غاده للدار وانا نقول غادا ندير والله تنرجع للبار نفطر ليا مع راسي عيد باش نمشي للدار، خصوصا اليوم الجمعه كاين السبت والحد بعدا اليوم نقاد المجاج. المهم هانتوما غاديين معايا غدوزوا معايا الروتين ديال هاد النهار هذا. اول حاجه البنات كنقول لكم شكرا بزاف الاخوات اللي دخلوا عندي القناه وخلاو ليا الاقتراحات ديالهم، قالوا لي نوال دينا الروتينات ديال هذا البرودوي اللي كتستعملي لوجهك، وصفات. المهم نوع علينا في القناه ديالك، راه كتعجبينا وهذا. المهم البنات ان شاء الله والله لا غدا نحاول ننوع في القناه وهذا، وانا طامعه فيكم باش تبارطاجيو القناه ديالي وديروا لي اللايكات والتعليقات ديالكم باش نزيد نعطي في القناه. المهم الكبيدات كما كتشوفوا كيف العاده كابوتشو وبريوش بزاف البنات ما كيقدروش يمشيو يجلسوا في البار بوحدهم ويفطروا، هذا كيبغيو الوناسه وهذا. انا لا البنات راني ولفت كنجلس بوحدي كناخذ الكابوتشو نفطر وشاده التليفون ديالي كنشوف التعاليق ديالكم، كنشوف الفيديوهات اللي كيعجبوني، كنشوف الناس جالسين حدايا كتسلمي على الناس هما دائما كتشوفيهم تما. المهم على الاقل بعدا الواحد كيهرس. انا دائما البنات كنصحكم مره ما فيها باس، على الاقل بعدا غير مره في السيمانه، 2 مرات في السيمانه فطري برا ماشي مشكل، واخا تكوني بوحدك انتي ووليدك تربيه ولا هذا جلسي والله لا كاين فرق. الواحد كيهرش شويه وكيبدل الروتين كيف ما كنقولوا. المهم غدا نفطر وغدا نمشي للدار، باقي ما عارفاش البنات اش غدا نصور معاكم. المهم هذاك الشيء اللي غدا نديرو راه نتوما معايا. وها انا البنات رجعت للدار، عرفتوا الشتا بدات هكبالك برا. بغيت نشارك معكم البنات هاد البريباراتو ديال هاد الكيك هذا. هاد الكيكه البنات اللي جاهزه خديتها من الدي وقلت ضروري ما نشاركها معكم. في الحقيقه هذه اول مره غادي نديرها. اللي كنت درت قبل خديت ديال الشوكولات، هذه عاديه مارغريتا، اما ديال الشوكولاته البنات واعره. راه كنت دجا خديتها في رمضان ووجدتها. اللي زوين فيها هي كتزيدي فيها غير البيض، 3 البيضات والحليب والزبده على حسب المقادير اللي دايرين. 125 غرام ديال الزبده و3 البيضات والحليب. البنات قبل ما نوريكم هذيك الكيكه بغيت نشارك معكم هاد الزبده البنات، هاد الزبده واعره. كلمه واعره قليله في حقها عرفت البنات. وجدت بها المسمن، عرفت المسمن كيفاش كيجي فيها، يا سلام. انا غنوريكم البنات كيفاش دايره. راه مكتوبه فيها راه فيها مارغرين البنات زائد البورو. راها البنات ما فيهاش الكراسي وما فيهاش الاوليو دي بالما وهذا. تقدروا البنات تستعملوها بزاف ديال الاستعمالات، تقدروا تستعملوها للطورتي سلطه، ديروا بها البوري، ديروا بها ديك طورتي دولشي ريزوتي سوفريتو، تقدروا تسبالميوها حتى في الباني البنات، ديروها في الباني وتاكلوها. شي حاجه اللي واعره. والمسمن كيفاش كديروا البريوشات هما كيفاش كتخرجهم. المهم هذه البنات كنصحكم بها 100% سواء المملحات ولا لهداك الشيء اللي حلو. هاد الكيكه هذه البنات هي كنصحكم بها. علاش؟ لان ما فيها لا فينو لا ستروتو، ما فيهاش كاع الشحم ديال الحلوف، ما حتى شي حاجه. والمقادير باش مصوبه ما فيهاش المقادير اللي مضره للصحه، فيها داكشي زعما كاين عادي. هانتوما البنات غادا نزيد 3 ديال البيضات. وبالنسبه للحليب والزبده 125 غرام ديال الزبده وهذا راه خاصني البنات غنعبرهم في البيمبي
المهم ما بغيش ندير بحال شوميشه ونحط المقادير مقادين مصاوبين. صافي طحنت كل شيء البنات. هذاك الكيك ديالي اللي جاهز على 3 البيضات، على 125 غرام ديال الزبده، وزدت الحليب تا هو الكميه اللي عطاوني. صافي ها هو يا الكيك ديالي جاهز. جاهز. زدت عليه غير الكركاع، ما كيعجبني الكركاع، ونيت على حساب الوليدات باش يفطروا باش يديروا الميريندا صحيه لان فيها الكركاع. صافي غادي ندخلها طيب. سهله وجاهزه. المهم البنات بغيت نشاركهم معكم الزبده وهاد البريباراتو ديال الكيك اللي خديت من الدي باش الفائده تعم على الجميع. كيف ما كتشوفوا ها هي الكيكه ديالي جاهزه. كتجي البنات رطبه، كتجي هشيشه، ما كتجيش قاصحه. دابا راه باقا سخونه ما خاصنيش نقطعها. المهم غنقطع لي واحد 2 طريفات باش نطلع الفوق نجمع البيوت ديال البنات وغنديكم معايا ونهبط ونصب لي واحد الكابوتشينو اختي وناكل لي واحد 2 طريفات ديال الكيك. غنخليهم يبردوا ويلا طلعوا معايا البنات الفوق باش نجمع البيوته ديال البنات. المهم البنات بالنسبه للبيوته ديال البنات راه البارح اصلا درت هذاك الميناج الكبير، جريت تحت النواماس مورا البلاكارات. المهم دابا غادا ناسبيري وصافي. بالنسبه للبيت ديال بنتي، هذا البيت ديال بنتي الكبيره راه هي البنات اللي كتكلف به، انايا ما كنقيسوش نهائيا. هي اللي كتمسح الغبره، هي اللي كتقاد الناموسيه ديالها. لاسبيراتور ما فيها باس، مره كنديرها ليها ولكن ماشي دائما، لان دابا هي عندها 14 عام كنخليها تعتمد على راسها. اما خوتها راه بطبيعه الحال انا اللي كناسبيري كنمسح الغبره وهذا. واخا بنتي تبارك الله الثانيه اللي عندها صوفيا اللي عندها 10 سنين حتى هي كتجمع بيتها راسها. المهم كبيدات كما كتشوفوا غندوز غير لاسبيراتور. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على لاسبيراتور اللي عندي البنات الفوليتو، وعندي حتى الاسبيراسيون سافيلو ديال هوفر كنت باغا نطلعها باش ناسبيري بها ساعه. خاصها تكاريكا لانني كنكاريكيها، خليتها تكاريكا. ولكن الفوليتو نمبر 1 ما نكذبش عليكم. هاد الفوليتو هذا هو اللي كيبرد لي القلب كيف ما كنقولوا، كي اسبيري مزيان، كيحيد الغبره مزيان. هذيك لاسبيراتور هوفر حتى هي زوينه ولكن ماشي بحال الفوليتو. المهم كبيدات كيف ما كتشوفوا هادشي بيت بنتي الثانيه. كلشي مقاد كلشي مصاوب. تحت الناموسيه راني اسبيروتو البارح البنات ومسحت ليها الناموسيه من الغبره بديت ليزون هذا. دابا غير غناسبيري. وبالنسبه للباركي راه البارح البنات دوزت ليهم الباركي، جففتو ليهم لان الباركي ما نكذبش عليكم انا الباركي ما كنجفوش كل نهار، من 3 ايام حتى المره في السيمانه، بعد مرات غير مره في السيمانه. اما لاسبيراتور راكم كل نهار كناسبيري لان الغبره، لان الوليدات راكم عارفين كيبقاو يلعبوا هذاك الشيء ضروري من اسبيري. وجيت هنايا البيت ديال ولدي ادم اللي تبارك الله ما شاء الله عليه. الحمد لله والشكر لله كيعجبو النظام، كينظم بيتو. بطبيعه الحال كيلعب كيرون وداك الشيء ولكن كيجمع غير كيسالي كيجمع. كنت شحال هادي كنت واحد المره خليته يرول البيت وهذا ولكن ما تبعتوش. ومن بعد راكم عارفين الوليدات الصغار خاصكم ضروري البنات تتبعوهم باش يتعلموا النظام. والمنظمات هما كيلعبوا دور. شوف البنات هذا المنظم هذا اللي فيه الباندا راه خديته من اكسيون زوينه البنات. كيجي في البلاكارات راه دايره انا لتحت دايره ليه الطرابج ديالو لي شاربي داكشي اللي سخان وتقدروا ديروا حتى اللعاب كيجيو زوينين البنات كينظموا والوليد حتى هو كيتعلم النظام. المهم هاد الفيلبا هذه غادا نرجعها لبلاصتها. كما قلت لكم الكبيدات الوليدات علاش ولفتوهم بحال دابا انا ولدي كنقول لي طوي حوايجك كيطويهم واخا ما كيطويهمش مزيان، راه لتحت البيجامه غير كياخذها كيلويها وكيخشيها. ما نقولش ليه لا ما صافي بلا ما تطويها صافي غادي نطويها انا، لا واخا يطويها ملويه
خليه يطويها ومن موراها عاودي طوي باش تشجعيه باش يطوي. اليوم ما غيطويش مزيان، غدا غيطوي مزيان. كاين بزاف ديال الامهات اللي كيقولوا ايوا صافي خليه حتى الغدا، حتى بعد غدا تيكبر. لا، علاش ولفتيه؟ بقاش الوليدات سواء بنات سواء ولاد لما تعلموش دابا يطووا بيجاماتهم ويقادوا فراشهم، كونوا على يقين بانه فاش غادي يكبر راه غادي يبدا يحيد البيجامه ويلوحها لك تما. ما غاديش يولف. المهم البنات صافي البيوت ابوستو ساليت. غادي نشطب هذا المريح. الحمام البارح دوزتو لهم الحمام ديالهم، حكيتو البارح ضربت واحد الحكه يا سلام. عرفتي ودرت جافيل وما نعاودش لكم، كنت لابسه واحد الليغينز جديده البنات وعزيزه ليا داك الليغينز ديال الاديداس كله طاشا ليا بجافيل. المهم باش المره الجايه نتعلم، لا كنت لابسه شي ليغينز شي سروال زوين وداكشي ما نشقاش به. المهم البنات هبط الصالون تا هو غادي نجمعوا فيلوتشي لان انايا الصالون دائما قبل ما نخرج البنات كيكونوا الدراري كيلبسوا حوايجهم انا كنقادو ما كنبغيش نخرج ونخلي الصالون مرون. راكم عارفين بعض المرات يجي معك شي واحد يدخل معك وداكشي بعد يكون الصالون نقي. كيف ما قلت لكم البنات عندي الصالون والكوزينه شي حاجه اللي مهمه، وطبيعه الحال الحمام. يجي عندك شي وحده لغفله بعدا تكون الدار مجموعه. صافي البنات الغبره راني مسحتها البارح لان الغبره كنمسح نهار نهار لا. بحال دابا البارح مسحت الغبره، مسحت تحت الفوطوي وهذا. اليوم كندوز غير لاسبيراتور صافي. تا الغدا ان شاء الله عاد باش نعاود نمسح الغبره وهذا، لان الغبره ما كتساليش والروينه ما كتساليش. ما يمكنش الواحد غيجفف كل نهار. ما نكذبش عليكم ماشي كل نهار كنجفف وماشي كل نهار كنمسح الغبره نهار نهار لا. وهنا يا حبيباتي الرائعات غادي ندير ليا واحد الكاس ديال الكابوتشو، وبطبيعه الحال الكيكه ديالي شوفوهم ولات مضبه هذيك مع كانت سخونه وسديتها. ندير واحد استراحه عاد باش اختكم غادا تهبط ندير الحويجات في لاشوغات ريتشي لان خليت الماكينه كتصبن غتكون سالات، وغادا نطوي الحوايج الاخرين. المهم راكم عارفين الشقه كيفاش داير. تسناوني البنات في الفيديو اللي من مورا هذا اللي غيكون زوين ان شاء الله. غادا نشارك معكم الروتين الليلي ديالي، غادي نشارك معكم البرودويات اللي كنستعمل لشعري واللوجه ديالي وهذا والشامبو بطبيعه الحال والنصائح. ما تبخلوش على اختكم باللايكات.